إنما يكون الجمال يكون هنا. شايفين ما شاء الله، هذا صامت بعض المغامرات. شوف فين يطلع، ما شاء الله تبارك الله. واحنا اليوم كنا في هذا المكان الجميل الساحر في مجرى وادي صبية. هذا المكان الجميل اللي يجمع لك بين الجبل والبحيرة. اللي يتابع حسابه يعرف عنده أماكن تتمنوا تروحوها في جازان جمالية بما تحتويه ما شاء الله تبارك الله من مواقع قديمة تحوي نقوش تعود إلى مئات وربما آلاف السنين. في جبال القهر العديد من النقوش. شوفوا ما شاء الله التي تدل بما لا يدع مجال للشك على قدم الحضارات التي سلطنتها قبل أكثر من 4000 عام. محاصيل الخير من أرض الخير جازان اللي عرفت بخصوبة أرضها ومناسبة أجواءها لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية من الخضروات والفواكه والحبوب. عن سبب انه يكون في مبنى في كهف فوق مرتفع هنا، وانه المنطقة هذه المنطقة قديما كانت